المصريين ما ينفعش يحتفلوا بافتتاح المتحف المصري الجديد عشان ده شرك وكفر، ودي اشاعات انتشرت الفتره اللي فاتت يا صديقي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الجديد. ليه يا عم انت وهو مالك؟ شرك ايه وكفر ايه؟ قال لك والله ده عشان القدماء المصريين كان عندهم تعدد الهه وبيعبدوا الاصنام، وده وفقا لاي ديانه سماويه طبعا حرام. ازاي تحتفل بناس كانوا بيشركوا بالله؟ الموضوع كبر وكان في جدل كبير جدا واسع على السوشيال ميديا، بس من وجهه نظري الشخصيه اصحاب الادعاء ده ما دوروش وراه كويس، يعني طلعوا يحللوا ويحرموا على حسب مزاجهم وعلى حسب هواهم. مفيش اي دليل واضح يثبت صحة كلامهم. ويا سيدي خليني معاك وهفترض معاك ان هم صح، فهل دولة اسلامية هترضى ان في شرك بالله يحصل على ارضها كده بقى؟ وعلى حسب كلامهم احنا نقوم بقى نهد المتاحف والمعابد والمسلات، طبعا من حيث الدين واستنادا ان احنا في دولة اسلامية. طيب ومن حيث المنطق احب اقول لك يا صديقي ان القدماء المصريين كان اكثر الناس اجتهاد في البحث عن الإله الواحد، وده طبعا مش كلامي خالص، ده الكلام اللي لقيناه في برديات قديمة موجودة عند القدماء المصريين. طبعا في خبايا كتير وأسرار كتير ورا قصة الإله الواحد، لو انتوا عاوزين حلقة عن الموضوع ده ممكن نعمل حلقة مفصلة عنه. خلينا نرجع لموضوعنا ونقول إن مفيش دليل واضح على كلام الناس اللي بتقول إن إحنا كمصريين لما نحتفل بأجدادنا الفراعنة إحنا كده بنشرك بالله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش ان انا مايكل مصري وبقول هنا رأي ايجابي في وسط مليون رأي سلبي.